دقت في راسي اروح نزوه، وانطلقنا في تمام الساعة 4 صباحا وصلينا في الطريق. كملنا دربنا لين وصلنا بوابة نزوة. بنشوف لنا جدول هناك. خلنا اول وجهة سوق نزوة، وجلسنا نشوف المنادى على الهوش. طبعا يسووا هذا المنادى كل جمعة. 28 112. ومثل ما شايفين مسوين حلقة، والبائع يدور بالهايشة اللي يريد يبيعها وينادي بسعرها. شوفوا الحضور بس ما شاء الله عالم. سوق الخضرة، وهنا الفخاريات انواع واشكال، وهنا المكان المفضل والاحب الى كرشي. لو اني اول مره اجي. محطوط لك حلوى عمانيه ساخنه توها مسوايه، ذوق على راحتك وتقهوى وخذ لك واحده. خذيت كيلو من حلوى الغضيب ب3.5. طلعت فنانه نفس ما يمدحوها، لكن صراحه المكان مضبطينه صح. عندك هنا الفخاريات وعندك هنا المقامر. يا سلام، حصلنا هذا المحل فيه واجد اشياء تقليديه، حلي وعصي وخناقر قديمه وخناقر جديده. دخلنا السوق الشرقي وفي حلوى اسم ثاني بس ما بخبركم. حصلنا هذا الدكان يبيع سعفيات وتحف. شوفوا جميل صراحه. وفي ذي السكه بتحصلوا بهارات نفس الشيء. اهم شيء حصلنا مشاكيك البريد. مشاكيك البريد. وهذه قلعه نزوه بس ما دخلناها. كملنا استكشاف المكان. هذه حاره العقر، وهذا كافيه انا. هذا النزل اللي جنب الكافيه. قلنا بنرجع للعصر لانه كانت المعده تعوي، فذهبنا. طلبت كيمه ولحم وبراته وتانج، وكله هذا ب900. ريحنا شويه ورحنا فلك دارس. الفلك داخل هذه الحديقه والدخول مجاني طبعا. وهذا فلك دارس من اكبر الافلاق في السلطنه. اتوقع في موسم الامطار يترس كامل. كانت ريحتنا شمس من السوق خايسين وسبحنا والله. ورحنا لمتحف عمان عبر الزمان. ما صورت كثير بس كان فخم صراحه. موقعه لا يتمنح الدخول للمواطنين بريال والطلاب ببلاش. انصحكم بشده تزوروا لانه ما مثل اي متحف. صورت هذا بس بو منسدح. ورحنا نضرب الغداء، دقاقه على الفحم وعيش مندي ب4 ريال و600. غداهم ولا غلطه. وسوق نزوة جميل، وسوق نزوة جميل، تحف به النخيل يا سامعين القصيد. رجعنا سوق نزوة العصر واستأجرنا سكوتر نص ساعة بريالين. تجربة فنانة صراحة. انا طيح حسن هومي. شوفوا بس المناظر تبارك الرحمن. خلصنا سكوترات وغايته صوب الكافيه. ياخذ تصوير وقت العصر عالمي. حتى وجهي ما عرفته كيف كذا طلع حلو. خذينا سبانيش لاتيه بريال و800. وهذه كانت نهاية رحلتنا في نزوة. استمتعنا كثيرا ولكن انطبخنا واجد معهم برد.